يتظاهرون في باكستان ضد الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وضد دعم الرئيس الفرنسي لاستمرار نشرها. يعبرون عن الغضب من تصرف يعتبرونه خطاب كراهية وازدراء أديان الآخرين ولا مبالاة بمشاعر المسلمين في كل بقاع العالم. في دول أخرى منها بنغلاديش وفلسطين وليبيا خرجت مظاهرات للتعبير عن الغضب من الرسوم المسيئة ومن موقف الرئيس الفرنسي. في أغلب الدول الإسلامية يبرز تناغم وهو نادر بين المواقف الشعبية والمواقف الرسمية باستثناء حكومات قليلة اصطفت إلى جانب فرنسا. انتقدت عدة دول إسلامية موقف الرئيس الفرنسي. أعتقد أن كل واحد منا سيصدم لأن قوى دولية تعتقد أن مسلمي فرنسا يتبعون لها. بأي حق تتدخل قوى خارجية في قضايانا الداخلية؟ يبدو أن الوزير الفرنسي نسي أن رئيسه قال إن الإسلام يعاني من أزمة في كل مكان في العالم، وهو بذلك تدخل في شؤون نحو ملياري مسلم وفي شؤون عشرات الدول. وزير الداخلية الفرنسي قال إن هناك تهديدا إرهابيا قويا لفرنسا ودعا إلى تجديد الإجراءات الأمنية خصوصا حول أماكن العبادة. تابع الوزير قائلا إن لفرنسا أعداء في الخارج وفي الداخل. يلمح الوزير الفرنسي إلى ما يسمى بالإسلام المتشدد داخل فرنسا والذي يستخدم في كثير من وسائل الإعلام الفرنسي فزاعة للتهجم على المسلمين والإسلام. يبدو المسلمون الذين يشكك الإعلام الفرنسي باستمرار في ولائهم لفرنسا في وضع حرج، ويحاول بعض مسؤولي المؤسسات التابعة للحكومة التهدئة. على مسلمي فرنسا أن يتجاهلوا بشكل نهائي الكاريكاتير كما فعل الرسول الذي أوذي لكنه لم يرد على الاستفزازات، وهذا الموقف الذي يجب أن يتخذه مسلمو فرنسا. هناك متطرفون سيعملون بكل الوسائل لكي يظهروا الكاريكاتير على أنه إساءة لمسلمي فرنسا، وهذه حقيقة يجب عدم إغفالها لكي نحافظ على الأمن العام. أحيانا يجب التخلي عن بعض الحقوق. يعرف السيد المسوي أن مشاكل مسلمي فرنسا لا تقتصر على الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الهجوم المستمر عليهم في الإعلام لا يترك لهم مساحة للتعبير عن رأيهم دون مضايقات. لكن الأزمة أخذت الآن أبعادا دولية، ففي كثير من الدول الإسلامية تتوسع حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية. يحاول المسؤولون والإعلام في فرنسا التقليل من أهمية حملة المقاطعة ومن تأثيرها على صادرات فرنسا، ويقولون إن من يدعون لهذه المقاطعة قلة من المتشددين. ويبقى على الجميع انتظار المنحى الذي ستأخذه هذه المقاطعة لمعرفة تأثير هذه الأزمة ليس على صادرات فرنسا فقط ولكن على صورتها أيضا.